وربنا ولعب بين الاهلي والزمالك، بيان من هنا وبيان من هنا. الاهلي اكتر فريق بيدبدب وبيعيط ومستفيد من الحكام، مطلع بيان بيتكلم على الحكام. شو ما شفتهاش في حياتي. ان اكتر فريق واخد الدوري 45 مرة، واخد مثلا الكاس 13 14 20 مرة، واخد بطولة افريقيا 13 مرة، طلع يتكلم على التحكيم وان هو مظلوم. يعني واخد اكتر من 70% من عدد الدوريات. يعني احنا لعبنا كام دوري عشان ياخد هو 45 واحنا ناخد 13 14، والاسماعيلي واحد والمحله واحد ومش عارف مين واحد وخلص الحوار. ويطلع يدبدب ويتكلم على التحكيم. اكتر واحد مستفيد من التحكيم اللاعب رقم 12 في النادي الاهلي هو التحكيم، وطلع يتكلم على الحكام والسنه اللي فاتت. لا وزعلان اللي احنا ما بن... مش بنسنده. لازم نطلع نساند النادي الاهلي. زي برضك لما انسحب عشان التحكيم، احنا مفروض نطلع ونسنده، نقول الاهلي صح، نتكلم ان الاهلي صح. الاهلي ده اكتر فريق واكتر جمهور بيدبدب وبيعيط، وعارفين شغل الارهاب ده. كل سنه نفس الارهاب. دلوقتي الحكم هينزل كل موسم، عارف هو هيعمل ايه. عارف انه ما يعرفش ياخد قرار واحد ضد النادي الاهلي. اكل عيشه هيروح، العيال هتجوع لو وقف قدام النادي الاهلي او خد قرار مش عاجب اداره النادي الاهلي. تهريج يعني، بيخوفوا الحكام. عارفين ازاي يعملوا ايه؟ شو اقسم بالله الحكام بتوع في البيت بسبب النادي الاهلي، بسبب ان خد قرار مش ضد النادي الاهلي، اما عكس رغبة جمهور النادي الاهلي وادارة النادي الاهلي. بس انتوا متخيلين احنا وصلنا لايه في بلد عاملة ازاي؟ الحكم ما يقدرش ياخد قرار قدام النادي الاهلي، وطالعين يتكلموا على التحكيم ويدبدبوا، يقول لك هنا ابو ريده ومش هنا ابو ريده. كل دي ليه؟ انا عاوز افهم بس كل دي ليه؟ كالعادة والله العادة. لا وكمان في البيان طالعين يتكلموا عن الزمالك، المية والكهرباء، وان الاتحاد مساند نادي الزمالك، وانه طلع له الرخصة الافريقية، وان هم مش في دماغهم. امال بتطلع بيان يقول لك ان مش في دماغك ايه؟ انا عاوز امال لو في دماغك اللي انت تلعب في افريقيا السنة الجاية كنت هتطلع بيان وتقول ايه؟ انا عاوز افهم بس. انت بتطلع تقول مش في دماغي ان انا العب في افريقيا السنة الجاية، وتطلع دلوقتي في بيان كامل تطلع تقول فيه ان احنا هنا ابو ريده ساعد نادي الزمالك انه خد الرخصه، وان هو ما دفعش الميه والكهرباء وما دفعناش الميه والكهرباء. امال لو الموضوع في دماغك كنت طلعت قلت ايه؟ انا عاوز امال بقى ان انت بتقول ان هنا ابو ريده عارف القرار من اسبوع او ما عرفكوش، امال مش في دماغكم ازاي؟ امال لو كنتوا مثلا البطوله دي في دماغكم عاوزين تلعبوا في افريقيا السنه الجايه كنت عملتوا ايه؟ انا عاوز افهم بس اقسم بالله. لا وكمان زعلان اللي انا مش واقف معاك. مش واقف معاك. ده انت طلعت شككت في الدوري بتاع السنه اللي فاتت، اللي انت لعبت ماتش واحد قدام المصري في 3 ضربات جزاء عليك غير الفضايح التانية. 3 ضربات جزاء. والشناوي وقف قدام الواد وحضنك اهو ما اتحسبتش ضربة جزاء. انا عاوز افهم بس اقسم بالله. المنظور اللي عندك دي بتجيبه منين؟ ما حاجه تجنن. طالع بتتكلم على السنه اللي فاتت وتقول ان احنا خدنا الدوري بالتحكيم. لا المفروض نقف جنبك. ما هو الاهلي هو اللي صح. انت بتحسب انا مش عاوز حكام اجانب؟ مش عاوز حكام اجانب في جميع ماتشات الدوري. انا عاوز حكام اجانب في جميع ماتشات الدوري عشان هم فاسدين اصلا. انت بتاخد الدوري بيهم، اقسم بالله بتاخد الدوري بيهم. لولا هم عليك ما كنتش هتاخد اي حاجه. انا نفسي المنظومه الكرويه بتاعت اصلا مصر كلها تكون اجانب. مفهومش واحد مصر، مفهومش واحد بيعرف يتكلم عربي اصلا. يعني انا عاوز واحد والتحكيم بالمنظومه كلها الكرويه في مصر، واللي يكون مسؤولين على الكره في مصر اجانب، مش بس رئيس لجنه التحكيم اجنبي عشان الضغط اللي انت بتعمله عليهم والشغل اللي انت بتعمله والشتام اللي انت بتفضل واللجان اللي شغاله وكل يوم حوار. كل ده عشان عصام عبد الفتاح، وشايفينه ان هو زملكاوي. عصام عبد الفتاح زملكاوي غيره. وان في لجنه تبع اللجنه كده تبع احمد مجاهد اللي وقف شيكابالا 12 عشان بيقول له انت اهلاوي وغيره. طالعين بتقولوا ايه؟ انا اقسم بالله هيجننوني. الاهلي ده هيجنني. طب خلينا بقى نشوف مين اللي بيتهرب من الضرايب. اول مره اشوف نادي الزمالك طالع وبيطلع بيان بيتكلم كزملكاويه. اقسم بالله بقول لهم بقى انا عاوز اعرف العقودات اللي في نادي اللي في الاتحاد ديت 5 مليون واللعيبه بتاخد 160 مليون والفيلل ديت، مين اللي بيتهرب من الضرايب؟
عقد تريزيجيه وغيره 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 وغيره، بن شرقي وغيره وغيره. انا عاوز اعرف بقى ان العقودات اللي هي 5 مليون كلها ديت بتاعت النادي الاهلي واللعيبه اقل. مش انت اللي بتطلع تقول لي الفئه الاولى 35 مليون و40 مليون و50 مليون؟ ما احنا عاوزين نعرف بقى ان الفئه الاولى ديت الفلوس دي راحت فين؟ مين اللي بيتهرب من الضرايب؟ الاتحاد طلع واتكلم، هنا ابو رضا طلع واتكلم وقال لك بقى في بيان رسمي ان ما حصلش. الزمالك وفى كل حاجه عشان ياخد الرخصه الافريقيه، وان الاداره بتاعت نادي الزمالك اشتغلت صح ودفعت جميع الفلوس والقواضي اللي عليها، وفكت جميع القواضي ووفرت كل حاجه عشان الزمالك ياخد الرخصه الافريقيه. طلع وقال لك ان نادي الزمالك اكتر فريق بيدفع المديونات اللي عليه مش النادي الاهلي. نادي الزمالك دافع السنه اللي فاتت قال لك 65 مليون او 70 مليون. انت عاوز إيه اكتر من كده؟ انا عاوز افهم بس، اداره الاهلي عاوزه ايه اكتر من كده؟ جمهور الاهلي عاوز ايه اكتر من كده؟ يا ابني ده الفساد السما النادي الاهلي، اقسم بالله. انتوا مش عايشين فين؟ اقسم والله الفساد السما النادي الاهلي. فجمهور الاهلي بيحاول يعمل زيطه واي حاجه، والاداره بتاعته بيخوفوا الحكام. اقسم بالله الحكام اتفرج على اللي هيحصل السنه الجايه. اقسم بالله احنا عارفين السيناريو، انا عارفه من الوقت، ممكن احكيه لك من دلوقتي. من دلوقتي لو عاوز احكيه لك. اتفرج على اللي هيحصل.